صباح الهنا والسعادة على كل حد يوصل له الفيديو ده. دايما خليك فاكر ان في خير لسه متشلك، لسه في ايام حلوة جاية، لسه في ايام هتبكي فيها بس من شدة الفرح، هتبكي فيها ان ربنا حقق لك اللي انت عايزه وزيادة. دايما اللي جاي لسه حلو، خلينا عندنا يقين بالله انه هيعدل حالنا وهيفرجها علينا وهيدينا الخير كله ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله سنة جميلة وسعيدة عليكم، سنة راحت بالسلامة وسنة جاية بابتسامة. تعالوا نعمل مع بعض أحلى أكلة هنستقبل بيها ونختم بيها السنة، وفي نفس الوقت هنخزن شوية ورق كمان حلوين. هنعمل إيه؟ هنجيب كرنباية زي ما احنا شايفين كده، وهبتدي إن أنا أقطع العنق بتاعها وأقلبها على وشها، وهبتدي إن أنا أجيب سكينة حامية بقى قوي، أجيب الورق بتاعي أظبطه الأول، وأجيب السكينة الحامية أبتدي إن أنا من اليمين والشمال اخد اول جزء فيها واجيبها اقطع الكرنبايه من اليمين للشمال، وهبتدي اعمل الحركه دي وهقسم الكرنبايه عندي لاحجام زي ما انتم شايفين كده. هاخدها مثلا على 3 مرات او على 4 مرات، ان انا هقطع من اليمين للشمال، وهبتدي ان انا الف الكرنبايه واجي تاني برضو اقطع زي ما انتم شايفين كده. بحاول ان انا اقطعها بالحجم اللي هقدر ان انا بعد كده هحشيه، يعني ما اعملش شاطره قوي واقطع صغير وبعدين ابوظ الكرنبايه، لا، قطعي حجم الورقه يكون كبير شويه عشان بعد كده تقدري ان انت تستغليه. شايفين المنظر؟ شايفين التوريقه بتاعه الورق كله متظبط ازاي وكله مقاس واحد؟ فعلا انا كده في الطريقه دي ما هدرتش وقطعت الكرنبايه كلها بطريقه حلوه قوي، وريحت دماغي من ان انا اسلق الكرنبايه وهي ورق كبير ومعرفش ان انا اتحكم فيها. بعد كده بقى طبعا طلعي كل الاجزاء بتاعتك في صينيه كبيره، عشان تبقى جاهزه ان احنا بعد كده ندخلها على السلق. حطيها بقى كلها زي ما انت شايفه كده، مجموعات مجموعات في قلب الصينيه. بعد كده حضري الميه المغليه بتاعتك وانزلي بمجموعه مجموعه، ما تفرطيهمش عن بعض، نزلي كده زي ما احنا شايفين، اسلقيهم بالمنظر اللي احنا شايفاه في الحله ده، وهتطلعيهم برضو مجموعات مجموعات. الحاله دي يا جماعه نقدر ان احنا لقينا مثلا كرنبايه كبيره شويه، طيب انا هصفي وهسلق نص سلقه، مش هسلقها سلق كامل، وهبتدي ان انا اجيب لها علب بعد ما اصفيها واخزنها فيها. اخد على قد ما انا هعمل النهارده، مثلا لو الكرنبايه دي كبيره عليا اخد نصها يتعمل ونصها يتشال في اطباق بلاستيك او اطباق فبر او علب بلاستيك، واسيبها تتهوى شويه، وبعد كده ادخلها على طول الفريزر او الديب فريزر عندي. بعد ما اغلفها كويس هتقعد معايا شهور، وممكن يعني تقعد معاكي سنه كامله طالما انت مغلفاها كويس وحاكمه القفله من غير ما يدخلها هوا، تقدري تستخدميها لسنه قدام. وطبعا النص اللي هتعمليه بقى سواء في ليله راس السنه هتعملي احلى حله. وطبعا شايفين الورق كله قد بعضه ومقاس بعضه ازاي؟ كده وفرنا وقت وجهد وعملنا طبخة، وعملنا في نفس الوقت خزنا بقية الورق. أتمنى لكم كل الأوقات تبقى سعيدة عليكم، ويا رب دايما سعدة ومبسوطين ومستورين، وإن شاء الله تبقى أحلى سنة عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.